هلوز يا لوز، عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده فيديو جديد. ما انا قلت اغير المقدمه بقى ونعمل انترو حلو كده. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واي فيديو انزله يوصل لكم. النهارده شغالين بره البيت، بره البيوت عامه. احنا النهارده شغالين في مطعم هو منه مطعم ومنه كافيه، يعني الناس الاسكندرانيه هم اللي هيعرفوه. ده دكان سمك في نادي المهندسين. بصراحة مكان حلو كده ورايق. المهم النهاردة هنعمل مع بعض الستاند بره البيت، وازاي تتحكمي فيه بره، وازاي تثقي في نفسك وانتي شغالة. بصوا عليا كده، يعني بقيس حجمي صغننة. انا كنت فاكرة نفسي طويلة لحد ما وقفت تحت الستاند ده بره البيت. الحيطة بتاعت البيت تقريبا هي اللي مديني ثقة في نفسي. بصوا، اول حاجه هنعملوها ان احنا ثبتنا الستاند زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. في اوله ثبت الستاند، وعلى فكره الستاند بيطير بسبب البحر. احنا في الاخر يعني ربطته في الاخر في الستاند اللي ورا ده، اللي هو الصف اللي ورا ده، الخشب اللي هو بتاع الكافيه، ربطته فيه وحطيت الستاره بالشكل ده. وانا من على جنب ربطها كويس. انا هنا ما كنتش عارفه اشتغل الناحيه التانية من كتر الهواء اللي في البحر، فجبتها ناحيه تانية عكسه للبحر شويه علشان بس اعرف اشتغل ويبان الشغل كويس. اللي انا بحطه على الستاند ده فل. بدل الفل ممكن نستخدم النودز الاصفر اللي على ايدي الشمال ده، ولكن الفل بيدي فوليوم اكتر وبيدي عرض للورد اكتر، وعلى فكرة مش بياخد ورد كتير زي ما انتوا فاكرين. هو كل واحد النودز زي ده، بس الفل بيدي فوليوم اكتر، بتفتحي الوردية بايدك فبتبان كبيرة اكتر. اما النودز بياخد ممكن وردتين تلاتة، الفل بياخد وردة اكتر وبيبقى احسن. مش اكتر في العدد، لا هو بياخد اكتر في الفوليوم. بتعرفي تنفشي بالبلدي كده الوردية زي ما انت عايزه. احنا حطينا علقنا الكلمه اللي بالانجليزي، وعلى فكره الكلمه هتفضل تطير ومش هتعرفي تثبتيها بايه، فامسكوها بفتله من الجنب ده وفتله من الجنب ده. هنا ابتديت ان انا احط الورد كده في كل حته. شايفين عملت فوليوم حلو، وحتى الجناب لما كانت فاضيه حطيت فيها ورد اخضر. هي العروسة اللي طالبة الكوشة تكون ابيض في اخضر، يعني فيها شوية زرع كده، ولازم عايزة الورد ابيض لان هي كانت لابسة اوف وايت، فكان الديكور شكله شيك جدا. فبصوا، انا عاوزة اقول لكم على حاجة. لما تيجوا تحطوا الورد علشان ما تستخدموش عدد ورد كتير ويكلف معاكم كتير، انفشي الوردة بايدك كده من جوه، وسعي الوردية. هتاخدي في المكان بدل ما هو هتاخدي فيه 4 وردات، هتاخدي فيه 3 وردات وممكن كمان وردتين. تنسيق الورد اهم حاجة في الديكور. لما يكون بره هترصي الورد بشكل شيك علشان يبان في الصورة حلو. وحاولي تتني الحاجات الخضرة دي، الزرع الاخضر ده حاولوا تتنوه كده لبره علشان لما يطير يبقى شكله حلو في التصوير ويدي معاكوا فوليوم كويس. وانتي شغاله اهم حاجه تكوني مش شاغله بالك باي حد حواليكي في الكافيه، لان انا عارفه ان في ناس زيي في البدايه هتبقى متوتره جدا وهي شغاله ومش هتعرف تشتغل كويس، لان هيبقى الناس اللي في الكافيه اللي موجودين كلهم عينيهم عليكي شايفين بتعملي ايه، فانت هتبقي متوتره. فبلاش التوتر علشان تطلعوا حاجه كويسه، واشتغلي زي ما انت عايزه وعلى كيفك، مش عشان خاطر حاجه تعجب الناس اللي قاعده، او مثلا يقولوا ايه ده، هي ازاي حاطه الفل مثلا زي ما انا حاطاه كده عشوائي. ده الشكل النهائي اللي طلع لي، ومش مشكله الفل يتحط عشوائي او مش عشوائي. الحتت الفل اللي موجوده معاكي حطيها في الكوشه وملكيش دعوه. انا ما لقيتش افيز معايا فاستخدمت السكوتش وخيط حلواني في ان انا اربط الفل. يعني انا ما لقيتش افيز معايا فاتصرفت. فحاولوا ان انتوا ما تخافوش وتتصرفوا وتعرفوا تحلوا اي مشكله تقعوا فيها، لانكم هتقعوا في كذا مشكله في اي ايفنت بالذات بره. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات عن ايه. وده شكل الكوشه النهائي. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واكتبوا لي ايه نوع الفيديوهات اللي عايزين انزلها.